هذا ما تسبب به قصف الاحتلال على ناحية زرقان، كما يظهر في الفيديو. القصف المباشر لممتلكات المدنيين. هذه تعتبر من الممتلكات الخاصة تعد ملكيتها للمدنيين، وتم استهدافها بشكل مباشر من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. تلك أيضا إحدى النقاط التي يتمركز بها الاحتلال ومرتزقته شرقي ناحية جنوبي ناحية زرقان، وتقع على طريق ناحية تل تمر. هذه أيضا محطة للمحروقات، تقع في الجهة الجنوبية لناحية زرقان، تقع بالتحديد على طريق ناحية تل تمر. تم استهدافها أيضا بشكل مباشر. آثار القذائف واضحة كما تشاهدون. هذه واحدة، هذه الثانية. حجم الدمار هائل في هذه المناطق نتيجة قصف الاحتلال المباشر للمنشآت العامة والمنشآت الخاصة للمدنيين. هنا أيضا مكان سقوط إحدى القذائف التي تسببت بأضرار داخل المبنى. لا نستطيع الانتقال إلى المبنى الثاني ورصده من الداخل بسبب قرب إحدى نقاط الاحتلال التركي في تلك القرية. هم يتمركزون، والقناصات أيضا بحسب القوات المتواجدة في المنطقة. القناصات متمركزين أيضا هناك. لا نستطيع الدخول إلى المبنى أو الاقتراب إلى هناك.